مساء الخير عليكم. اليوم رايحين نعملوا مع بعضنا كفتة الدجاج بالزيتون اللي تجي بنينة ورائعة. يعني وسريعة وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. نشوفوا مع بعضنا وش يدخل في المقادير هذه تاع الكفتة هذه. كما قلنا مقادير بسيطة جدا. هنا عندنا كمية تاع دجاج مرحي. هنا عندنا بصلة مفرومة ومنزوع منها يعني العصير تاعها. عندنا بيضة. عندنا مغرفة صغيرة تاع الزبدة. وعندنا زوز سنات تاع الثوم نرحيوهم فوقها. وعندنا شوية تاع المعدنوس نخليو الاخر التزيين. وهنا عندنا كركم، زنجبيل، راس الحانوت. وعندنا شويه تاع فلفل احمر حار. ومغرف راس المغرف كمون. نحطوهم كامل عليها وكذلك الملح كما قلنا. ونعجنو نعجنوها مليح هكذا. كما قلنا راح تلقاوها فيها الماء، نزيدوا فيها الخبز. الخبز حتى تنشف لكم تقدروا تعملوها ديبولات، يعني خبز مرحي نحطه بشويه ونشوفوا. كما قلنا حتى تتشكل لنا، نلقاوها نشف في يدينا وتشكل لنا ديبولات باش رايحين نقليوهم باه نحطوهم في لاصوص. ندخلهم هكا في بعضهم مليح كما قلنا. هنا كيفاه تشكل لنا الكرة عادي. ومن بعد يزيد يشرب شوية. هنا عندنا الزيتون كمية اللي تحبيه. هنا عندنا معدنوس. هنا عندنا مغرفة صغيرة طماطم مصبرة، كركم، بابريكا، عندنا راس الحانوت. وعندنا فلفل احمر حار. هنا نعمل لي بولات تاعنا نحطهم في الفرينة ونشكلهم كيما الكفتة هكذا. هنا كيما قلنا نشكلهم شكل كفتة. ونجيبوا شويه الزيت نخليوه يسخن مليح. ومن بعد نحطوهم يتقلاو. لازم الزيت تاعكم يكون سخون باش ما يلصقولكمش، لازم باه يتقلاو مليح. ونحطهم في البرمه اللي راح نطيب فيها لاصوص نقليهم، يعني على الجهتين فقط، يعني مش نحوسو نطيبوهم، لا نقليهم فقط. من بعدك راح يطيبوا لنا في لاصوص. هنا كما قلنا راح نقلبوهم على الجهه الاخرى. هكذا حتى نكمل كمية كاملة. كيما نكمل كمية يكون عندنا الزيت يعني سخون، نحطو فيهم هنا البصلة تاعنا المفرومة ونقلب يعني باش تقلانا في هذاك الزيت اللي قلنا فيه الكريات الدجاج. نزيدو نرحيو شوية توم معاهم 3 سنات هكذاك مع لاصوص هذا مع البصلة. ونقليه جست فقط ما تسيب الريحة هذيك تاعهم. نزيدو نجيبو شويه تاع الملح، ما نكتروش الملح لان راح نحطو الزيتون. نزيدو نحطو مغرفه طماطم تاع مصبره، كركم، فلفل احمر حار، بابريكا، وراس الحانوت. ونقلي التوابل تاعنا نقليها مليح. كي تقلينا التوابل نزيد عليها الزيتون كما قلنا الكميه اللي تحبين، نزيدو نقليه باه يشرب هذيك التوابل ويشرب بنة التوابل. هنا نزيدو شويه تاع المعدنوس نقليوهم سي كيف كيف معاها. كما قلنا نقليو مليح مع الزيتون في هذاك التوابل والطماطم. هنا نزيد القرن تاع الفلفل الحار نقليه معاها. وكي نشوفهم تقلاو نمرقها بشويه ونخلي هذاك الزيتون يغلي في هذاك لاصوص.
هنا بعد ما غلينا الزيتون شوية نحطو الكفتة تاعنا تاع الدجاج، نحطوها في لاصوص هذاك، ونخليوها طيب، يعني نقص النار ونخليوها طيب. هنا كي نحب انا نحط نخلي لاصوص شويه خاطر، واش راح نعمل هنا راح نحط القرن تاع الفلفل الحار، ونجيب مغرف تاع فرينه نحطها شويه في الماء نمخضها هكذا شويه ونحطها، لاني حابه نخلي لاصوص فيه. اذا حبيتوه ينشف انتم ما تخليوش لاصوص فيه، تقدروا ما تستغناو عن مغرف تاع الفرينه هذه، ونحرك ونخليهم واحد ل5 دقايق هكاكا يغليو. هنا كيما غلاو فضوا يعني طفيت عليه خليته شويه زمان هكذا، هاو كيفاه الشكل تاعو. الان واش راح ندير، راح نقدمه. هنا نحط الكفته تاعنا في الصحن، نحط القرن تاع الفلفل الحار، ونزيد نحط الزيتون. هاهو الطبق تاعنا واجد. هاو الطبق تاعنا تاع كفتة الدجاج بالزيتون وجدنا. بعد ما يعني قدمناه في الصحن نزينوه بالمعدنوس. هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يعجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله.